اليوم أريد أن أتحدث معكم عن كيفية اتباع نظام كيتو الغذائي بميزانية محدودة ولماذا لا بأس بذلك. وفي نهاية هذا الفيديو سأقدم لكم 5 أطعمة كيتوجينية رخيصة الثمن لن تثقل كاهل ميزانيتكم، ولكنها ستشبع بطونكم. لنتحدث إذن عن الكيتو الرخيص ولماذا لا بأس به. الآن، الجميع يحب أن يكون قادرا على شراء سمك السلمون البكر المصيد في البرية بسعر $2 للغرام الواحد في ليلة اكتمال القمر. أليس كذلك؟ لكن ليس كلنا قادرون على تحمل تكلفة ذلك، وبعضنا عليه أن يبذل قصارى جهده، وهذا أفضل ما يمكننا فعله. لذلك، فإنني أشعر بالغضب حقا عندما ينظر متعجرف النظام الغذائي الكيتوجيني، إذا جاز التعبير، بازدراء إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء سمك السلمون البري، لأننا لا نستطيع جميعا تحمل تكلفته. لذا ما أريد أن أقوله لكم هو: إذا كنتم من هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة ذلك، فلا بأس. لا يزال بإمكانكم اتباع حمية الكيتو، ولا يزال بإمكانكم جني الفوائد الهائلة من تلك الحمية بتكلفة أقل بكثير. ليس عليك الذهاب إلى متجر بقالة غامض وفاخر وإنفاق 500 يورو من أجل اتباع نظام غذائي كيتوجيني جيد وعملي يمنحك نتائج حقيقية. حسناً، لذا إذا تعرضت للإهانة من قبل شخص ما لأنك تأكل النقانق والخردل، ويقولون إن هذا ليس، هذا مليء بكل شيء، وهذا كل شيء، كل شيء، كل شيء، فابتسم وأومئ برأسك واستمر في تناول النقانق والخردل إذا كان هذا أفضل ما يمكنك فعله. حسناً، لأن هذا أفضل بكثير من كيس رقائق البطاطس وألواح الشوكولاتة التي كنت تأكلها. أليس كذلك؟ هذا صحيح. حسناً، توقف عن القلق بشأن قدرتك على إنفاق المال على الأطعمة الكيتوجينية عالية الجودة. لا تنفق أموالك أبداً على المكملات الغذائية الكيتونية أو المساحيق أو الحبوب أو أي من هذه الأشياء. أنت لا تحتاج إلى أي منها. الهوت دوغ والخردل يعملان بنفس الفعالية. حسناً، ثق بي. الآن، لنتحدث قليلاً عن سبب رخص ثمن الوجبات السريعة. ما السبب في ذلك؟ كيف يمكنهم ملء صندوق ضخم من حبوب الإفطار للأطفال بسعر $5؟ كيف يكون ذلك ممكناً؟ لذلك، تقوم الحكومة الفيدرالية، على الأقل هنا في الولايات المتحدة، بدعم المزارعين مالياً لزراعة الذرة والقمح وفول الصويا. ويمكنك في الأساس صنع جميع الأطعمة الرخيصة من هذه المكونات الثلاثة. أليس كذلك؟ يحصل المزارعون على إعانات ضخمة لزراعتها، ثم تحصل الشركات الكبرى المصنعة للأغذية على المواد اللازمة لصنع الأطعمة الزائفة مجاناً تقريباً، وبالتالي فإنها قادرة على تحقيق أرباح عالية من حبوب الإفطار للأطفال، لأنها تحصل على القمح أو الذرة أو فول الصويا بأسعار رخيصة. والآن، هذا هو بالضبط مقدار القيمة الغذائية الموجودة فيها. الأطعمة المصنعة لها مدة صلاحية طويلة، وتعتمد على المصانع الآلية، والنقل الجماعي العالمي، والتخزين في درجة حرارة الغرفة. لذلك، عندما تدفع $5 مقابل علبة كبيرة من حبوب الإفطار للأطفال، فإنك تحصل على سعرات حرارية رخيصة ولكن بتكلفة. ما تحصل عليه من تناولها هو الإصابة بالأمراض. لذلك لا تعتقد أن علبة الطعام المعالجة بشكل كبير هي صفقة مربحة. ليس من المربح شراء برجر ب99 سنتا، والذي يتكون من 99% من الخبز في مطعم الوجبات السريعة. هذا ليس صفقة مربحة. هذا ليس طعاما حقيقيا. إنه يملأ معدتك فقط. سيكون من المربح تناول صندوق من الورق المقوى، أليس كذلك؟ سيكون ذلك مجانيا. هذا ليس طعاما، لذا لا تفعل ذلك أيضا. لكن أحدهما جيد مثل الآخر، لذا لا تقلق بشأن عدم وجود المال الكافي للإنفاق. سواء كان لديك عائلة كبيرة، أو دخلك ثابت، أو كنت تتلقى مساعدة من الحكومة، فلا يزال بإمكانك اتباع نظام غذائي كيتوجينيك وجني فوائده. الآن دعونا نتحدث عن 5 أطعمة مناسبة جدا لنظام كيتو الغذائي.
هذه أطعمة يمكنك شراؤها ويمكنك إعداد آلاف الوصفات المختلفة منها. أنا وعائلتي نستمتع بها طوال الوقت. الأول هو أرجل الدجاج. يمكنك شراء عبوة كبيرة من أرجل الدجاج من متجر البقالة بسعر رخيص، وقد يكون فيها القليل من الإضافات، شيء ما محقون. هذا صحيح تماما. قد تحتوي على القليل من المواد الحافظة، أو القليل من هذا أو ذاك. هذا صحيح، لكنها لا تزال أفضل من كيس رقائق البطاطس والحلوى التي كنت تأكلها، أليس كذلك؟ فهي تحتوي على دهون جيدة وبروتينات جيدة. وإذا قمت بغلي هذه العظام، يمكنك صنع مرق عظام ممتاز، أليس كذلك؟ لذا، كما ترى، باستخدام أرجل الدجاج والملح والفلفل وبعض التوابل، يمكنك إعداد 50 وصفة مختلفة. ثم استخدم العظام لصنع مرق العظام. هذا اتفاق. الآن، هذا ليس مثاليا، لكنه أفضل بكثير مما كنت تأكله من قبل. حسنا، رقم 2 هو اللحم المفروم. وجمال هذا هو أن اللحم المفروم عالي الدهون أرخص في الواقع من اللحم المفروم قليل الدهون، وأنت بالتأكيد تريد الحصول على اللحم المفروم الأعلى دهونا والأرخص الذي يمكنك العثور عليه. هل قد يحتوي على بعض المواد الحافظة؟ نعم. هل قد يحتوي على بعض المواد المضافة أو ما شابه؟ نعم، قد يحتوي على ذلك، ولكنه لا يزال أفضل من لوح الشوكولاتة الذي كنت تأكله. هل تفهم ما أعنيه؟ إنه ليس مثاليا، ولكنه أقل سوءا بكثير من اتباع النظام الغذائي الأمريكي القياسي. التالي هو المفضل لدي: البيض. يمكنك شراء 20 أو 30 بيضة، وسعر كل بيضة يكون رخيصا نسبيا. يمكنك سلق 3 من هذه البيضات وأخذها معك إلى العمل، وستحصل على بروتين ممتاز ودهون ممتازة، وستحصل على غداء بأقل من $2. يمكنك صنع 1000 طريقة مختلفة من البيض. يمكنك طهيها ب50 طريقة مختلفة، ويمكنك وضعها في جميع أنواع الوصفات لزيادة محتوى الدهون والبروتين في الأطعمة التي لا تعتبر جيدة بخلاف ذلك. لذلك إذا كان ميزانيتك محدودة، يجب أن يكون لديك دائما بيض في ثلاجتك. التالي هو الأفوكادو. وبالنسبة للبعض منكم، قد تقولون: مهلا، أعتقد أن هذه الفاكهة باهظة الثمن، أليس كذلك؟ لا، فهي في الواقع ذات قيمة جيدة من حيث التكلفة لكل عنصر غذائي. لذا، كما قلت، هذه البيضات المسلوقة ال3 والأفوكادو تشكل وجبة غداء كيتو دجاج رائعة، وقد تنفق عليها حوالي $3. كيف يمكنك استخدام الأفوكادو؟ يمكنك خبزها، يمكنك طهيها، يمكنك استخدامها في جميع أنواع الوصفات المختلفة. ستكثف الحساء مثل النشا، ولكن دون عيوب النشا. يمكنك استخدامها بطرق عديدة مختلفة. التالي هو التونة والسلمون المعلب. هذه المنتجات رخيصة نسبيا ولها مدة صلاحية طويلة. يمكنك أخذ بعض التونة المعلبة وإضافتها إلى السلطة أو مزجها مع الأفوكادو للحصول على وجبة دسمة. والآخر على قائمة رقم 6 هو الخضروات، بما في ذلك الكرنب الأخضر واللفت والسبانخ وورق اللفت. كل هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية، ولن تخرجك من حالة الكيتوزية، وهي مفيدة لجسمك، كما أنها رخيصة نسبيا. 0. عادة ما يمكنك شراء كيس كبير منها من المتاجر الكبيرة بسعر زهيد، ثم يمكنك استخدامها في عدة وجبات مختلفة. مرة أخرى، يمكنك القيام بكل هذه الأشياء باستخدام هذه المكونات الستة المختلفة فقط. باستخدام هذه المكونات الستة الكيتوجينية، يمكنك على الأرجح إعداد 2000 وصفة مختلفة. حسناً، لا تدع نقص الأموال يكون عذراً لك لعدم اتباع نظام غذائي كيتوجيني. يمكنك شراؤها بسعر أرخص. ليس عليك شراء الأغلى. ليس عليك شراء منتجات عضوية. إذا استطعت، فافعل ذلك، ولكن إذا لم تستطع، فلا تقلق بشأن ذلك. فقط افعل أفضل ما يمكنك ولا تقلق بشأن ذلك. حسناً، الآن، إذا كانت هذه الرسالة قد ساعدتك على فهم النظام الغذائي الكيتوجيني وكيفية اتباعه، حتى لو كان ميزانيتك محدودة، يرجى النقر على زر الاشتراك الصغير.